أغلبنا شاف حلقة الأستاذ سامح سند الأخيرة اللي باسم صبغة شعر، واللي حقق فيها راجل بريطاني اسمه سيدني سميث، وقدر تقريبا من ولا حاجة يوصل لمعلومات كتير عن الجثة اللي لقاها راجل فلاح مصري وهو بيحفر في أرضه. مين بقى سيدني سميث العبقري ده؟ السير سيدني ألفريد سميث، مواليد 4 أغسطس 1883، طبيب تشريح بريطاني عاش في مصر حوالي 11 سنة في أوائل القرن العشرين، اللي هو يعني من سنة 1900 وانت طالع. سيدني سميث هو منشئ وحدة طب التشريح بوزارة العدل المصرية، وهو أول طبيب يتلقب بكبير الأطباء الشرعيين. حياة سيدني سميث شافت حكايات مثيرة وغريبة كتيرة سواء في مصر أو برا مصر، من جرائم قتل وانتحار وغيرها. عدت عليه خلال حياته العملية تحقيقات وتشريحات لجثث أشهر القتلة المتسلسلين في العصر ده، زي ريا وسكينة، المشهورين جدا لحد دلوقتي بسبب تكوينهم عصابة لاستدراج السيدات وقتلهم وسرقة مشغولاتهم الذهبية. كان عنده قدرة غريبة ومعرفة كبيرة من العلم اللي تخليه يحدد هوية الجثة اللي قدامه من حيث عمرها ونوعها وأسباب الوفاة وتفاصيل تانية صغيرة كانت صعبة جدا، في حين ان احنا بنتكلم هنا في حوالي سنة 1910، يعني ما كانش فيه كمية التقدم العلمي اللي موجودة دلوقتي اللي بيخلي الحصول على المعلومات دي حاجة سهلة وسريعة. من أشهر القضايا اللي ساهم تشريحه للجثة في حلها هي تفاصيل عن تشريح جثمان السير ليستاك، المندوب السامي البريطاني في مصر وحاكم السودان العام، اللي تم اغتياله في 20 نوفمبر 1924، واللي لقى مصرعه على ايد جماعة مسلحة ضربوه بالرصاص، واتصاب السير ليستاك بجروح خطيرة وصلت لوفاته، واصابة الحارس والسواق الخاص اللي كانوا معاه وقتها. الحادث ده هو اكبر عملية اغتيال لضابط رفيع المستوى في الجيش الانجليزي في مصر في الوقت ده. سيرة سيدني سميث فيها اشهر القضايا المحيرة اللي شكلت الغاز للبوليس في بريطانيا وايرلندا، وازاي ساهمت خبراته كطبيب شرعي في حل الالغاز دي، وكل ده ذكره في مذكراته اللي قام بترجمتها، وكل القضايا دي اتكلم عنها بالتفصيل في مذكراته اللي تم ترجمتها لكتاب مصري باسم قارئ الجثث. لو حابين تعرفوا حكايات من الكتاب دوت اكتبوا لنا في التعليقات.